ترومبة بنزين سليمة، مباين سليمة، فلتر بنزين جديد وسليم، بوجيه سليم، وش الموتور سليم. انت بعت لي وانا بعت لك مكان ورحت له، ايه اللي حصل؟ الناس محترمه جدا، بيراجعوا العربيه من اول بدايه العربيه لاخر الشنطه، والعيب مش ظاهر. قعدوا يوم كامل في العربيه وطلعوا جربوها، ما حدش وصل للعيب. انا بهزر مع واحد ده صاحبي كان جه من بدري ده. والله على جوزيف تيتو، والله انا ماشي بقول له طب بص الحركه ديت قبل ما نقف، ايه ده الدواسه قطعت، اهدي شويه لقيت ايه رجعت تاني معايا. ما جاش في دماغي في عيب تاني حصل في العربيه، بنتحرك العربيه مشيت، قمت عملت ايه وانا بحرك خبطت البدال من الجنب قطعت. وصلت للعيب، طلعت على المراكز، قلت لهم عندي المشكله في الحساس ده. قال لي يا فندم لا يمكن، يا فندم الحساس دايما بيكون فين؟ على المسطر الامامي فوق عند الموتور من قدام. قلت لهم لا هو اللي عندي الحساس تحت. ازاي؟ طب لا نشوف عيب تاني. قلت له بس. اخدت العربيه فكيت، شريت عده، طلعت حساس صغير، رحت اشتريته ب 200 جنيه، ما فيش العيب ده اختفى. انا شخصيا كنت ابيع العربيه. انت لما كلمتني في التليفون انا اتصدمت. احنا بني ادمين وطبيعي جدا ان انت ما توصلش للعيب، ودي حاجه ما فيهاش اي مشكله، لكن اللي مش طبيعي ان انت ما تعملش ضميرك وتغرم العميل وتغير حاجات على حسابه على توقعاتك. حتى المركز اللي انا رشحته له فحصوا العربيه بالكامل وما غرموش حاجه. المشكله هنا مشكله ضمير، لان هم اللي كشفوا على العربيه دي نوع من الاثنين. النوع الاولاني ان هو مش عارف يشتغل في المكنه دي، لان المكنه دي التوين تربو قليله، فطبعا يا اما هو مش عارف فبيستسهل، بيروح لاقرب حاجه ممكن تيجي على دماغه، عربيه بتبطل، يبقى ترومبه بنزين، يبقى منفول، يبقى بوابه. يا اما النوع تاني الناس اللي كانت عندها ضمير وما وصلوش للعيب. وعشان كده انا بحارب كعبول وكلباله وكل الفرقه. سلام.